انهيار حاد للبورصة المصرية. ايه اللي حصل؟ هي مش كانت منتعشة؟ امبارح حصل هبوط لرأس المال السوقي للشركات المقيدة بالبورصة المصرية ب 135 مليار جنيه مصري مرة واحدة وفي دقايق. أول ما البورصات فتحت فضلت الناس تتسائل، هو ايه السبب؟ هو احنا مش لسه ماضيين صفقة راس الحكمة والمفروض بقى كل المستثمرين عندهم ثقة فينا وثقة في راس مالنا وثقة في استثماراتنا؟ كل ده صحيح، بس في نقطة لازم تبقى واخد بالك منها. وجود أخبار عن تدفقات دولارية داخل البنك المركزي كان سبب في هبوط الدولار زي ما احنا عارفين، ونزل من 62 تقريبا ل 50. ده بقى بيترجم في ايه؟ ده بيترجم في تقييم الأسهم، إن الدولار عنصر أساسي في التسعير، وده كان سبب رئيسي إن معظم أسهم الشركات المدرجة في البورصة اتجهت للهبوط. إعادة تقييم السعر الجديد يعني. بس برضو أكيد في حاجة زقت الموضوع ده فجأة كده. بنك سي اي بي طبعا، ما هو سهم البنك بيمثل تقريبا ربع المؤشر الرئيسي اي جي اكس 30، وتسعيره مرتبط بالدولار لانه من اشهر الطرق لتحويل الدولارات خارج مصر عن طريق جي دي ار. فاكرين الفيديو اللي كلمتكم فيه قبل كده عن القصه دي؟ عشان كده لما سعر الدولار في سوق الموازي نزل سعر السهم معاه وقام واخد ربع اي جي اكس 30. وطبعا تاثير الدومينو لعب لعبته مع بقيه الاسهم. وفي نفس الوقت كنا عارفين ان معظم الاسهم الكبرى خصوصا اللي سجلت ارتفاعات ملحوظه الفتره اللي فاتت كانت مدعومه بسعر الدولار الموازي. عشان كده لما حصل انخفاض سريع وعنيف نزلت مع البورصه. بس مين فلت بقى يا معلم المذبحه دي؟ اسهم العقارات طبعا، وعلى راسهم طلعت مصطفى.